يا صبحي، ايه يا زغلول عايز ايه؟ بص يا ابني، هو انت تعرف ايه عن بلدك مصر؟ سهلة اوي، دي بلدي وانا قاعد فيها وباكل فيها وبشرب فيها، بعمل كل حاجة فيها. تعرف ايه عن تاريخها بس يا ابني؟ يا عم ان هي كسبت الحرب بين اسرائيل في 6 اكتوبر، لحد دلوقتي واحنا كلنا بنحتفلوا بيه. بس كده انت اللي تعرفه عن بلدك. ايوه، هيكون في ايه تاني يعني؟ لا، ده انا هشرح لك كل اللي حصل بالتفصيل دلوقتي. قول يا زغلول. في سنة 1967 اسرائيل دخلت سينا، وبعد ما دخلت سينا يعني عملت ايه؟ ضربت سينا وضربت الجيش المصري كله واحتلت سينا. ازاي يعني؟ ده الجيش المصري ما بيتهزمش. هما بقى كانوا متفوقين عننا بقى في الأسلحة وفي الطيران وفي الجيش وفي كل حاجة بقى. هما جم على غفلة كده مرة واحدة. وبعدين مصر عملت ايه؟ مصر بقى في سنة 1973 في شهر اكتوبر في يوم 6 كان الحرب الساعة 2 الظهر، وكانوا صايمين ساعتها، كانوا بيحاربوا وهم صايمين كمان. شفت بقى الجيش المصري؟ كمل بقى. طبعا كان في خط بارليف اسرائيل عاملاه عشان مصر ما تعديش، وكان قدام خط بارليف دوت كان في بحر، والبحر ده كانوا عاملين فيه لبار، كانوا حاطين فيه مواسير تحت كده عشان اللي يجي يعدي من الجيش يجي فاتحين اللبار، الجيش بقى يتحرق ويموت ساعتها. يا نهار ابيض، امال الجيش المصري انتصر ازاي؟ في مجموعة كده من الجيش نزلوا تحت في المية كده، نزلوا راحوا فكوا المواسير ديت عشان هما ايه لما يفتحوه ما يتفتحش، عشان المواسير ديت ما تتفتحش وتحرق الجنود بتاعتنا. يا نهار ابيض، ده الجيش المصري دوت صح لا يقهر. طبعا بقى المصريين انتصروا فعلا. طب هم انتصروا ازاي؟ طبعا كان في مجموعة من الجيش ماشيين على رجليهم، مجموعة مهندسين، وكان في مجموعة مدافع، وكان في مجموعة طيران، دمروا خط بارليف كله. وساعتها بقى الجيش دخل جوه حطم اسرائيل ديت اشد تحطيم، وساعتها رجعوا تاني لبلدهم. وهل رجعوا سينا ولا لا؟ ايوه رجعوا سينا يا ابني، واسرائيل فروا على بلدهم على طول. وكان احسن يوم انتصار مصر على اسرائيل يوم 6 اكتوبر. فهمت بقى تاريخ اسرائيل ومصر كان عامل ازاي؟ ايوه فهمته. شكرا يا زغلول على المعلومات دي. حبيبي يا صبحي، ولا يهمك اي حاجه.